ومكملين معكم مشاهدينا، والحلقة الخامسة من الموسم ال11 من مسلسل الرعب الزومبي ذا ووكينج ديد. يلا بينا نبدأ حلقتنا. وبنرجع لألكسندرا اللي للأسف بنلاقي سور المدينة مازال واقع ومش قادرين يبنوه من جديد، وبنلاقي السكان هناك مازالوا من غير أي أكل، لكنها بتبدأ تبكي لأنها ما كانتش حابة تعمل ده، لكنهم للأسف مضطرين عشان الأشخاص يعيشوا. وبتقرر بعدها تخرج تدور على كوني في الغابة اللي ما زالت حاسة بالذنب ناحيتها لأنها هي السبب في كل اللي حصل لها. وبنلاقي ستيفاني وصلت ليوجين وبتبدأ تعرفه على الأماكن داخل دولتهم، ولكنهم بيوزعوا عليهم جوابات الوظائف اللي هيستلموها الأول. وبالفعل بنلاقيهم بدأوا يفتحوا الجوابات اللي بيكون مكتوب داخل كل جواب فيهم وظيفة الشخص، ما عدا يوميكو اللي بتتفاجئ في جوابها إنها مطلوبة لمقابلة باميلا ميلتون رئيسة دولة الكومانوث. حتة واحدة يا بنت اللذينة. وبيبدأوا يوجين وستيفاني يتمشوا داخل دولة الكومنولث اللي بنكتشف هناك انهم عايشين حياة طبيعية جدا وعندهم مشاريع، وبنشوف اصحاب المحلات. ولكن بتلاحظ ستيفاني انه يوجين ما زال حزين وقلقان على اصدقائه في الكسندرا، فبتقرر ستيفاني انها هتخليه يكلمهم ويطمن عليهم عن طريق جهاز الراديو. وبالفعل بيقدر يوجين يتواصل مع روزيتا وجوتس في الكسندرا وبيطمن عليهم، ولكن بيكتشف الأمن اللي بيحصل للأسف، فبيقبضوا على يوجين بعدها لأنه استخدم جهاز من أجهزة الدولة من غير تصاريح، وبيكون عقاب يوجين ومجموعته هو نفيهم لخارج الدولة. ولكن بتروح ستيفاني تطلب من السيد هورنز اللي بمثابة وزير للدولة انه يخفف عقوبتهم، خاصة وانها اول غلطة ليهم من وقت انضمامهم للدولة. فبيوافق هورنز على طلبها وبيقرر يكلفهم بمهمة تانية، وهي قتل قطيع زومبي موجودين داخل منطقة قريبة من دولة الكومنولث واللي محتاجين يضموها ليهم، ولكن لازم يخلوها من الزومبي اولا. وبكده مشاهدينا بتكون انتهت حلقتنا النهاردة. استنيني في حلقة جديدة. سلام. الملخص ده قام كتابته إيناس ناصر ومنتجه ليكم أمنية أحمد وسجلته أسماء مهران.